سواقه العربيات الكهرباء سواقه ممتعه جدا، وخاصه طلعتها والاكسلريشن بتاعها، لانها ما فيهاش نقلات اول تاني تالت زي العربيات البنزين. لا بالعكس تماما، كل اللي عليك انك تشغل وتجري على طول اكنك راكب عربيه ملاهي بالظبط. بسم الله. لان باختصار شديد جدا ان العربيات الكهرباء مكونه من سرعه واحده بس، على عكس العربيات البنزين اللي مكونه من كذا نقله. فانت بالتالي هتحس بلاج بسيط كده ما بين النقلات وبعضها. الكلام ده كله مش منطبق على العربيات الكهرباء لانها مكونه من سرعه واحده. وطبعا عارفين العربيات الكهرباء المواتير بتاعتها عاليه جدا، يعني احنا بنتكلم مثلا فوق ال 200 حصان و400 نيوتن و500 نيوتن وحاجات كده، الله اعلم بيها يعني. فكل القوه دي بتكون حاضره معاك اثناء تشغيلك العربيه. على قد ما الاكسلريشن والتسارع في العربيات الكهرباء ميزه، على قد ما كتر استخدامه هيزعلك. لان كتر استخدامه على طول هيقللك من الرينج بتاع البطاريه جدا. هتلاقي العربيه بتقل معاك بشكل ملحوظ جدا. تمام. فعشان كده احنا دلوقتي راكبين العربيه الكهرباء، وهنطلع نجرب الكلام ده عملي، وهنمشي حوالي 10 كيلو بالعربيه، وهنشوف استهلكنا كام من البطاريه، وهنقارن ما بين الارقام قبل ال 10 كيلو وبعد ال 10 كيلو. وطبعا هنكون قافلين التكييف وقافلين كل حاجه، بس مشغلين بس وضع الايكو بس. تابعوا معايا. العربيه دلوقتي فيها 133 كيلو، وكمان العداد عندنا 55976. احنا دلوقتي هنوقف تصوير عند 55986، يعني احنا كده مشينا بالعربيه 10 كيلو. تمام. هنشوف ال 10 كيلو دول استهلكنا كام من 133 كيلو اللي ظاهرين عندنا دول. تمام. اللي هو الرقم ده. طيب احنا دلوقتي احنا كده وضع السبورت هنخليها وضع الايكو. تمام. وهنقفل التكييف بتاعنا وكل حاجه علشان الرينج اللي هو اللي احنا نستهلكه بالظبط هو ده رينج الاكسلريشن بالظبط، من غير تدخل لا السبورت ولا من غير تدخل نظام التكييف معانا. تعالوا ما نجرب بقى التسارع بتاعنا مع بعض. يلا. واحد اتنين تلاته. بسم الله. انا عايز اقول لكم الحاجات دي بتبقى غلط يعني، بس انا بعمل ده بس كده بس للتجربه، مش اكتر يعني. بسم الله. طيب احنا كده وصلنا ل 55986، ورينج البطاريه عندنا دلوقتي بقى 114. لما بدأنا عملية التسارع كانت العربية بتاعتنا كانت 133 كيلو. مشينا بالعربية 10 كيلو فوصلتنا لحد 114 كيلو، يعني في فرق 19 كيلو في خلال 10 كيلو بس. كل ده علشان احنا استخدمنا الاكسلريشن بتاعنا والطلعات المفاجئه. حابب اقول لك ان الاكسلريشن والتسارع والطلعات المفاجئه دي غلط على البطاريه، مش غلط على البطاريه انها بيأثر من عمر الافتراضي، لا، هو غلط على العربيه لان هو بيأثر على الرينج بتاعك. فلو العربيه مثلا بتمشيك 400 كيلو، فبالتالي العربيه مثلا ممكن تمشيك 300 كيلو عشان بس انك بتسرع بالعربيه مش اكتر. تمام. خليني اقول لك على حاجه، ان العربيات الكهرباء بيكون ليها اتنين رينج، في رينج نظري وفي رينج فعلي. الرينج النظري ده اللي بيكون ناتج عن طريق الشركه، يعني مثلا العربيه وليكن الاي دي 4 الشركه بتقول لك انها بتمشي 550. هل فعلا بتمشي 550؟ هي فعلا هتمشي 550، ولكن في ظروف المناسبه بتاعتها، يعني مثلا درجه حراره معينه، تسارع معين، اكسلريت معين. تمام. فبالتالي هتمشيه 550. طيب طب الظروف المناسبه انا ليه انا بقى، اللي هي اللي احنا بنسميها حاجه اسمها الرينج الفعلي. الرينج الفعلي ده هل العربيه هتمشيه 550؟ لا طبعا. انا مش هعرف اوفر لها درجه الحراره، اكيد طبعا مش همشي طول الرحله مثلا على سرعه 60، مش هعرف اعمل كذا حاجه. تمام. فبالتالي العربيه بدل ما كانت هتمشيك 550 اصبح العربيه هتمشيك مثلا كام، 400 كيلو مثلا. ف 400 كيلو دول هو ده الرينج الفعلي.
تمام. وابسط دليل ان احنا دلوقتي التسارع بتاعنا، اكيد طبعا ما حدش فينا هيمشي مثلا على سرعه 60 70، اكيد طبعا هنمشي مثلا على سرعه 100، مره 90، مره 80، مره مثلا 150. تمام. فكل الكلام ده طبعا يعني ايه هتلاقيه بيأثر على الرينج بتاعك بشكل ملحوظ جدا. تمام. حاجه تانية اخيره طبعا، بلاش التسارع بتاع العربيات الكتير. تمام. انا عارف ان العربيه الكهرباء سواقتها ممتعه جدا والتسارع بتاعها ممتع جدا، ولكن ده غلط، ده غلط، ده غلط، ده غلط. تمام. الطريق هيسمح لك انك تجري، الطريق هيسمح لك تجري، العربيه هتسمح لك انك تجري بيها، طبعا العربيه تسمح لك انك تجري بيها. تمام. ولكن لو فقدت السيطره على العربيه اكيد طبعا مش هيحصل لك حاجه كويسه يعني. تمام. فحافظ على العربيه، حافظ على نفسك، حافظ على صحتك. فاهم حاجه، ما تجربش التسارع المفاجئ ده كتير، ما تجريش بالعربيه الكهرباء كتير. هي اي نعم العربيه الكهرباء هتغريك، ولكن ما تديهاش الفرصه انها تغريك بالعربيه الكهرباء. وده طبعا فيديو صغير حبيت ان انا اعرفك فيه الاكسلريشن والتسارع بتاع العربيه هيقلل من كام من الرينج بتاعها. وكمان لو انت ليك اي سؤال تقدر تكتبه تحت في الكومنتات. وطبعا لو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا، السلام عليكم.